يسعد مساكو، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده بقى هنعمل كفته. دي لحمه، وفي هنا حبه فلفل حراق صغيره قطعتها وحطيتها معاها. وكمان هنحتاج بصل مفروم، بس هنصفي الميه بتاعته كده عشان نحطها مع اللحمه. هناخد البصل بقى ونحطه هنا بعد ما صفيناه، ونركن ميه البصل دي على جنب عشان هنحتاجها. وهنحط ملح وكمان هنحط شطه. الشطه دي براحتكم يعني حسب اختياركم. وهنحط فلفل اسود وكمان شويه كزبره. وهنقلب الكلام ده كله مع بعض. طبعا باللحمه بعد ما حطينا عليها كل المكونات هنركنها هنا على جنب، ونجيب صينيه كده اللي هنحط فيها الكفته. طبعا انا مشغله البوتاجاز، فرن البوتاجاز، على ما احضر الكفته. فهعمل ايه؟ صينيه فيها زيت، هحط كده عليها بصل مقطعه شرايح، الكميه اللي انتي عايزاها يعني. نحطها كده وكمان نحط فلفل، وفي طماطم شرايح هنحطها كده برضو. هنحط على الكلام ده بقى ايه؟ شوية شطة كده صغيرين، وشوية ملح برضو، وشوية كزبرة ناشفة، وكمان فلفل. ونحط الفلفل بقى، نحط كل الكمية اللي عندنا، نوزعها في الصينية كده. وكمان هنحط البصل، برضو كل الكمية موجودة معانا، هنرصها كده في الصينية. وهنركن دي كده على جنب، ونجيب بقى اللحمة. هنجيب المية بتاعة البصل اللي احنا صفيناها، وهنجيب سيخ كده من اللي هو بنصب عليه الكفتة ونشويها. هنعمل كده وناخد حتة اللحمة ونعملها كده. طبعا انا بعمل بايدي، غسلها كويس ونضيفة فعادي، لان بصراحة الجوانتيات مش بقدر اتحكم فيها كويس. فطالما انت غسل ايدك كويس وكده فتمام. هنعمل كده بالشكل ده ونحطها هنا كده. نعمل واحد تاني،
بالشكل ده. هعمل الكميه كلها وارجع لكم. انا لقيت الصينيه التانية صغيره وضيقه كده، فمش هينفع ان انا احط فيها كميه، ففردتها في الصاج ده كده احسن. هحطها في الفرن بقى واوريها لكم بعد ما تطلع. ودي شكل الكفته بعد ما خلصناها. شوفوا بألف هنا وشفا.